بصراحة الفيديو بتاع إبراهيم سعيد اللي شفته بعد ما خرج من السجن والعياط بتاعه بصراحة أثر في الواحد. بس عارف أثر فيا ليه؟ عشان أنت تستاهل يا إبراهيم يا سعيد، عشان ربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء. يا إبراهيم يا سعيد، كنت لسه من كام شهر ماسك شيكابالا وعمال تهين فيه وتقل منه ولا أكنه كلب. شوف ربنا عمل فيك إيه. اوعى حد يقول لك دي شماتة وما ينفعش تشمت، لا هي مش شماتة. اوعى تفتكر ان ابراهيم سعيد طلع في الفيديو ده كده من دماغه، لا ده ربنا اللي خلاه يعمل كده عشان يطلع مكسور ونشوفه كلنا هو بيعيط كده زي الحريم، عشان يوصل رسالة لأي حد ظالم ان ربنا قادر على اي ظالم ويكسره ويخليه شكله كده قدامنا. احنا كلنا مبسوطين فيك يا ابراهيم يا سعيد. انت كنت فاتح البرنامج كله لشيكابالا وتفضل تهين فيه وتقل منه، وجماهير القطيع الاهلاويه دلوقتي اللي هم يقول لك اوعى تشمت، انتوا نفسكم ابراهيم سعيد اما كان بيشتم شيكابالا وبيقل منه كنتوا فرحانين فيه. عايزيننا دلوقتي ايه؟ نبقى معاكم ونخش بالسبحه؟ استحاله تلاقي مشجع زملكاوي والله العظيم فيه صفات وحشه، والله ابدا. دايما الظلم بيطلع منكم انتوا، دايما الضلال بيطلع منكم انتوا، واحنا دايما ردة فعل. والله احنا قاعدين وبنشوف الدنيا وهي بتدور، وباذن الله هنشوف اكتر. طول ما انتوا ظلمه وضلاليه وبتوع اجندات وما بتعملوش حساب ربنا، هنقعد نتفرج عليكم وهنضحك عليكم. وبقى شوف مين هيشغلك بقى يا عم ابراهيم سعيد يا حبساجي. عيط يا عيط يالا.